انت عارف ان الطفل يسوع اتختن؟ سؤال سهل صح؟ طب أنت تعرف ليه اتختن وإيه اللي حصل يوم الختان؟ طيب تعرف كان عنده كام يوم لما اتختن؟ ولو الطفل اليهودي ما اتختنش، عارف هيعملوا معاه إيه؟ لو مش عارف خليك معانا وهنعرف مع بعض كل الحكاية. أما بقى لو عارف يبقى هنفاجئك، لأن دايماً الحكاية عندنا مختلفة. جاهز بقى كوباية الشاي الحلوة بتاعتك وورقة وقلم، وارشم صليبك. ويلا بينا نبدأ الحكاية خطوة خطوة. من زمان جدا، يجي من حوالي 4000 سنة، ربنا اتكلم مع واحد عنده 99 سنة وقال له: انت وذريتي اتختنوا، ده علامة العهد بيني وبينكم. أبونا إبراهيم متخيل إن شخص عنده 99 سنة ويتختن ونفذ وأطاع كلام ربنا؟ وكان الختان علامة زي الصليب بالنسبة لينا، مش بس علامة في الجسم، ده رمز دائم للعهد والطاعة وإننا أولاد الله. الختان في العهد القديم كان في اليوم الثامن. طيب ليه اليوم الثامن؟ الأول ده يفهمنا إن الأرقام مع ربنا مش مجرد عدد وخلاص، ده كل رقم ليه معنى ومقصود. زي مثلاً 7 الكمال، و40 فترة اختبار أو استعداد. ببساطة كده رقم 8 بيجي بعد رقم 7 اللي هو الكمال، وبعد الكمال النهاية. وبكده رقم 8 مقصود بيه نعيد من الأول، يعني البداية الجديدة أو العهد والحياة الجديدة. تمام لحد كده، وخلينا نكمل مع بعض. يلا بينا نكمل مع حاجة غريبة حصلت زمان تعرفنا قد إيه الختان كان مهم والكل لازم يتختن. تعرف إن ربنا كان هيموت موسى قبل ما يبقى نبي رسمياً على الشعب اليهودي؟ بجد؟ ده بجد. اسمعوا كده الحكاية دي. قول يا سيدي. كتير ما يعرفش القصة دي، ويمكن محدش سمع عنها خالص. القصة بتقول إن ربنا كان هيموت موسى زمان قبل ما يستلم الشعب ويكون نبي عليهم، ولا كان هيتكتب اسمه في التاريخ، ولا هو كان هيكتب التوراة، يعني ما كانش هيبقى فيه موسى، ولا حتى كنا هنسمع عن الاسم ده. الحكاية بدأت بعد هروبه من مصر، بعد ما هرب إلى أرض مدين وقعد عند يثرون كاهن مدين اللي بقى حمى موسى بعد كده. قعد هناك حوالي 40 سنة، اتجوز وخلف. ولما ربنا اختاره علشان يبقى المسؤول عن بني إسرائيل للوصول إلى أرض الميعاد، أمره يرجع مصر. وموسى وراجع في الطريق كان عامل غلطة كبيرة. تعرفي كانت إيه؟ قتل تاني؟ لا. طب حاول يمشي من عند حماه من غير ما يعرف عشان يقدر ياخد بنته ويرجع بيها لمصر؟ خالص، ده استأذن باحترام إنه يرجع لمصر وحماه وافق. طيب عمل إيه؟ ما ختنش ابنه. ناسي يعني؟ لا، اتأخر. يبقى اتأخر كتير، 3 سنين مثلا؟ اتأخر يوم أو يومين تقريبا. نعم؟ اسمعي بس القصة. زوجة موسى كانت فاهمة وصية ربنا كويس، وحست إن في حاجة غلط بتحصل، وشافت إن غضب ربنا ظاهر وبيزيد. وأكبر دليل إن الموضوع كبير الآية دي: وكان في الطريق في المنزل أن الرب لاقاه وطلب أن يقتله. ربنا كان هيقتل موسى، وعشان هي واعية زي الستات الشاطرة اللي لما يقع حاجة من جوزها هي بتعرف المشكلة فين وتلمها، يمكن حتى من غير ما يعرف. وده اللي هي عملته بسرعة ومن غير تردد. أخدت ابنها وختنته بالليل بنفسها، وبسببها وقف غضب الله عن موسى وأنقذت حياته. وبقى عندنا موسى النبي اللي كتب التوراة واللي اتسمى على اسمه ملايين الناس. عشان تعرف، زي ما في ست أكلت آدم الثمرة، في برضه ست أنقذت حياته. حقيقي. طيب القصة دي دليل على إيه؟ إن الختان في العهد القديم مش عادة، ده عهد حقيقي. صح، والمسيح نفذ العهد علشان يعلمنا الطاعة ويكمل الشريعة. طيب إمتى تاريخ عيد الختان؟ عيد الختان بيجي يوم 6 طوبة اللي هو 14 يناير، واليوم ده يبقى اليوم الثامن من تاريخ ولادة المسيح، 29 كياهك. وفي يوم الختان حسب الشريعة اليهودية، في يوم الختان بيتقال اسم الطفل رسمياً اللي هيبقى اسمه طول العمر. وده يخلينا نسأل، اسم يسوع جه منين ومعناه إيه؟ سيب لي الطلعة دي بقى. المايك معاكي. الاسم متقسم لجزئين: يا وده اختصار ليهوه اللي معناه الله، سوع اللي معناه يخلص أو مخلص. وبكده يبقى معنى الاسم بالكامل الله يخلص أو الله المخلص. ممتاز. بس في معلومة مهمة نخلي بالنا منها: الختان كان في بيت لحم مش في الهيكل. معلومة حلوة. كده احنا خلصنا. نقول بقى الخلاصة. يسوع اتختن زي عادة اليهود في اليوم الثامن. الختان كان طقس قانوني وديني، مش مجرد حدث تاريخي، ده درس عن الطاعة والخضوع لله من أول لحظة في الحياة. من إبراهيم لغاية المسيح
كل ختان هو رمز للارتباط بالله والخلاص. اسم يسوع معناه وعد الله بالخلاص. يوم الختان إعلان رسمي عن العهد. كل رقم وكل يوم وكل علامة ليها معنى وهدف عند الله. وبكده تكون خلصت حكايتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. كل سنة وانتوا طيبين. نتقابل في فيديو جديد وحكاية جديدة. مع السلامة.